السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا مع بعض يا جماعة فطيرة بالخضار واللحمة هتعجبكم أوي. في البداية نقول صلّى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. دي المقادير يا جماعة. جايبين كده مجّين كبار من اللبن، ومعاهم مَج كده مَيّة، وبسم الله ما شاء الله الملح أهوًا. وهنحط دلوقتي في الكوباية بتاعة المَيّة معلقة خميرة مع بعض كده، معلقة خميرة أهي يا جماعة. باجيب أنا قالب الخميرة دوّة وباقطّعه كده باحطه في الفريزر، فباستعمله إيه، لأي حاجة باعملها عندي. هاحط معلقتين سكر وهندوبهم كويس، وأجيب بقى البيض يا جماعة ده كسرته كده، باحب أختبره كده إيه، بيضة بيضة في الطبق عشان لو قشرة ولا أي حاجة ما تقعش كده إيه في العجين. خلاص أنا كسرت البيض وخلصته، هانزل بقى إيه بالخميرة. نزلت بالخميرة كده على البيض، وهاجيب برضه اللبن إيه أنزل بيه. ده مَج أهو ما شاء الله، هننزل بيه كده، وهنجيب المَج التاني ناخد منه نُصّه، والباقي هاركنه عشان لو احتجته. أهو. هاقلّب بقى كده جامد، هاتوّه البيض كده في الخميرة وباللبن. ونربه جامد كده مع بعض إيه، عشان إيه كل حاجة تتوه في بعضها. خلاص كده أنا ربيته. هنجيب بقى إيه، شوية فلفل أسمر ننزل بيهم. هاجيب برضه شوية بهارات، وهاحط إيه، معلقة ملح. هاقلّب كويس عشان أتوّه كله في بعضه. الفطيرة دي بتبقى جميلة يا جماعة، وفيها كمية خضار جميلة، جميلة ومفيدة جدًا. أنا جايبة نُص كيلو دقيق أهو، نخلته كويس، وهانزل إيه كده إيه بالتدريج. هاحط شوية كمان وهاقلّب لحد ما أخلّص الكمية كلها. طبعًا مش هاسيبها كده، هنحط بقى اللبن وهاحتاج تاني هاحط. أهو بقية الكمية هافضّيها كلها. كده أنا خلصت الدقيق كله أهو. هانزل بكوباية يعني كوباية إلا ربع كده زيت.
هقلب باستمرار. هنزل بشوية مية برضو عشان انا عايزة العجينة سايلة، مش عايزاها كده. اهي يا جماعة، بس برضو لسه ايه، عايزة شوية كمان. هفكها عن كده برضو تاني. بقت مية مية كده معاكم. هغطيها بقى شوية وهجهز لها الخضار بتاعها. جبت فلفل ألوان أصفر، هقطعه مكعبات صغيرة. وجبت دلوقتي ايه، الفلفل الأحمر برضو بقطعه نفس الطريقة. وهنقطع برضو الأخضر مكعبات برضو كده. ربطة بقدونس اخرطها وانعمها كويس. زي ما قلت لكم، الفطيرة بالخضر واللحمة، كل الحاجات دي يا جماعة بتخلي الفطيرة في منتهى الجمال. لازم كل حاجة ايه، اخليها اخرطها صغيرة كده عشان ما تبقاش ايه باينة. جايبة بطاطسية اهي قشرتها وهبشرها معاكم برضو. بشرتها اهون. قشرت برضو همت قطيتين، وهقطعهم برضو حتت صغيرة كده زي الفلفل ما عملت فيه.
اشوف كده العجينة ما شاء الله خمرت معانا هي، بقت جميلة هي يا جماعة ما شاء الله عليها. شوفوا جميلة ازاي وسايلة ازاي، هي كده عجينتها تحفة، الله اكبر عليها. اهو يا جماعة الخضار كله اللي انا قطعته قدامكم هنزل بقى ايه على العجينة بيه. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم بارك. كل الخضار اللي قطعته قدامكم اهوت، والبطاطسية اللي انا بشرتها اهو، كل الخضار دوت هروح ايه مقلباه على العجينة اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. فطيرة في منتهى الجمال يا جماعة، والله ما هتندموا لو جربتوها. وهي برضو بصلاية هبشرها واحطها برضو معاها، حطيت لها شوية فلفل اسمر وشوية بهارات، حبة ملح صغيرين، وهقلبها كويس. والعجينة برضو يا جماعة عشان نسيت اقول لكم ان انا حطيت لها شوية بيكنج باودر اهي، قلبتها وهنزل برضو بالبصلاية ايه عليهم. هقلبها كويس قدامكم. لسه في يا جماعة لحمة مفرومة برضو، دي جبنة موتزاريلا هروح ايه نازلة بيها كده، تديها طعم جميل قوي يا جماعة. بس يا مالك لحمة مفرومة يا جماعة برضو هروح نازلة بيها. هي زي ما قلت لكم بقى، هي فطيرة كده ايه باللحمة وبالخضار، فيها كل العناصر الغذائية، جميلة قوي قوي يا جماعة، والأطفال بيحبوها جدا، هتعجبكم جدا. قلبتها خلاص كده وخلصتها، هنزل بقى ايه هحط بقى الطاسة على النار كده، وهعوصها ايه بسيط كده بالفرشة كده زيت. النار يا جماعة هادية مش عالية قوي، عشان ما تتحرقش ولا تنشف مني ولا تبقى نية اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت كده هحط شوية كمان وهفرد ايه قدامكم، هعملة بيها ايه الطاسة كلها، وتوت ما تستوي اروح قلبها على الناحية التانية، انتوا هتشوفوها معايا. نروح نازلين بقى كده مسوينها مع بعض اهي، فردينها في الصينية كلها، في الطاسة كلها يا جماعة. لازم نفردها كده عشان تبقى كلها ايه بسوا بعض، وكلها تبقى ايه زي بعض، ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. ما شاء الله عليها بتبقى مستوية، بتبقى في منتهى الجمال طالما موطين عليها النار زي ما قلت لكم. واروح نازلة كده بقى بالفرشة السيليكون كده بسيط كده زيت من الجناب، وهي عامة بتبان معاكم يا جماعة، دوت ما بتستوي بتبان على طول، بتظهر كده معاكم، وتروح قلبها على الناحية التانية تستوي براحتها، تبقى كلها مستوية ما فيهاش حتة عجين.
اهي قلبتها على الناحية التانية اهي، ما شاء الله عليها سهلة خالص. باروح نازلة برضو بالفرشة كده في الجناب اهي، برضو بسيط خالص. بس يا مالك، عندي مالك رخم قوي يا جماعة. اه اه، ربنا يهديه يا رب. تعالى يا لوكا هنا. اه اه، فطيرة جميلة. جميلة، عجبتك يا كوكا؟ انا والشفا يا عسل. اسكت اسكت خالص، هكسرك. فطيرة حلوة. انت عسل. كل الكمية تخلص بنفس الطريقة يا جماعة. زي ما قلت لكم الفطيرة بسم الله ما شاء الله فيها كل العناصر الغذائية، وفيها كل كمية الخضار اللي انا قطعتها قدامكم دي، مغذية وجميلة وطعمها في منتهى الجمال والله العظيم يا جماعة. جربوها ومش هتندموا، هتعجبكم قوي. اهي خلصتها قدامكم اهون، شوفوا منتهى الجمال، الله اكبر عليها. اهي مستوية كلها، ما فيهاش حته عجينه ولا اي حاجه، طالما موطيه النار عليها زي ما انا وريتكم. هقطعها كده قدامكم حبايبي اهي زي خيط البيتزا، وبروح حاطه عليها برضو ايه كاتشب ومايونيز، وبرضو مخلل، ما تقولش لا. هي جميله جميله، ولو اتاكلت كده من غير حاجه خالص طعمها زي العسل. كل حاجه فيها حلوه، لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، كل الخضار اللي انتوا شايفينه مخليه طعمها والله ما لها حل يا جماعه. نقول ايه بقى ايه، يا رب الفطيرة تعجبكم وانال اعجابكم. ولو عجبكم ما تنسونوش كده في التعليقات بتاعتكم الحلوة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وده فضلا وليس امرا. ويا رب تعجبكم وانال اعجابكم. ونقول ايه، صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.